اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلاة ملء السماوات والأرض وما بينها وما حولها، صلاة تغفر بها ذنبي وذنبكم يا أرحم الراحمين. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ لو اول مرة تشوفي قناتي دوسي على الكلمة الحمراء اشتراك، لو انتي مشتركة دوسي على الجرس وفعليه. النهاردة فيديو جميل، تخزين البامية مع عزومة جميلة جميلة مع الحاجة، ربنا يديها الصحة ويا رب التنية معانا كده منورة حياتنا ويطول في عمرها 100 سنة قدام. بصوا العزومة الجميلة ديت، اختي مخللة فسيخ والحاجة راحت جابت صندوق رنجة، وقالت كلكم حلاوة الشقة اللي تحت اللي قعدت طلعت عينينا، وقعدنا يجي شهرين نوضب فيه. بصوا الشقة بصراحة اتغيرت 180 درجة، وقالت انا هعمل لكم فيها السلام غدوة. عليكم، ازيك يا معين؟ الغدوة دي بكام غدوة كيلو ورق جميلة، العنب؟ فسيخ ورنجة. والباميه دي طبعا انا بكام؟ كنت في ب السوق. 8 جنيه. ماشي، هوريكم بقى الباميه ام 8 جنيه. تعالي تعالي يا كوكو. دي الباميه كده ام 8 جنيه، بنقيها بقى. بص انا عارفه مع سلامه بنقي. معاكي حاجه نقي فيها ولا طبق ولا حاجه؟ هي ادتك الطبق ده؟ عندك طبق؟ هاتي شنطه. تعالي يا كوكو. جماعة شاي مستورد يمني الخمسة ب20 بدل 25، ومعانا مكرونة لمتنا سر قوتنا. طب ده قد ايه؟ بكام بقى شاي الكبوس ده؟ شاي الكابوس ده الخمسة ب20، ده عرض يعني الواحد واقف 4. المكرونة لمتنا ب4.5، بس لو خدتي مني كرتونة بتاخديها ب4 جنيه و15 قرش. الكرتونه واقف 4 جنيه و15 قرش، يعني ناقص 35 قرش، صح كده؟ ماشي خلاص، ماشي. هاخد منك عرض شاي اجربه. لمتنا تمام. دي انا عندي وبجربها على طول بصراحه. تمام. ماشي كده؟ لا بصي هقولك. ماشي. خدي بقى. اديكي بقى الباقي. ماشي. ايه يا كوكو؟ بصوا بقى، جبت البامية زي ما أنا وريتكم كده يا حبايبي، انا بنقيها زي عقلة الصباع واقل منها كمان. قعدت عذبتني على بال ما نقيتها. والبنوتة اللي قابلتها في السوق ديت جبت منها شاي الكبوس ده، جربته بس طلع جميل قوي والله يا حبايبي، طعمه جميل. طعمه احلى من الشاي العروسة والليبتون. يعني انا من النوع اللي بحب شاي العروسة والليبتون اخلطهم على بعض عشان اعرف اشرب الشاي بمزاج. طبعا جبت البامية قعدت انقي فيها، عذبتني. وكان معايا الاستاذة كندا، بهدلتني بصراحة على بال ما نقيتها وجبتها، وزي ما شفتهم كده يا حبايبي ب8 جنيه. ودي كانت في السوق بتاع المسلة بتاعت عند بنتي هنا، والله بتتباع ب15 جنيه. بصوا ب8 جنيه وجميلة. جيت اول حاجة عملتها، رحت قلبها في الطبق ورحت عشان اغسلها، لان انا بحب اغسلها قبل ما بقمعها. بصوا نزلت المية بتاعتها عاملة ازاي، وتغسليها مرة واتنين وتلاتة، بتنزل مية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي عاملة ازاي. يعني والله العظيم تلاتة، مش قادرة اقول لكم، انا غسلتها اكتر من يجي 6 مرات. وكل ما اغسلها تنزل مية مش نضيفة، ارجع تاني اعبيها زي ما انتوا شايفين واسوح عليها المية. غسلتها بقى، وراحت اختي قالت لي وسعي كده عشان اشوي الرنجة، قلت لها اتفضلي. خدي الشوكة هناك اهي. ماشي.
خد يا راني. اه تعالي يا ام تعملي ايه؟ بشوي قرفنا بقى من اللحمه ومن الرقاق ومن الفته حاجه بقى ايه تحنط نفسنا شويه. وجبنا 5 كيلو بوري ونظبط التظابيط بقى. الباميه غسلتها اهي وهعزمهم عليها في حياتهم بقى، استغلهم اسوأ استغلال. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا المطبخ عندي ضيق جدا، ما ياخدش اتنين واقفين جنب بعض. غسلت الباميه، قلت لها يلا يا ام احمد، قالت هنعمل ايه؟ هعمل الرنجه ووسعيلي، قلت لها ماشي. بصوا الحاجه، طبعا احنا ما شاء الله احنا 6 بنات ومعاهم ولادهم، كل واحده فينا جايبه ولادها. يعني انا معايا بنتين متجوزين وابني، واختي جايبه ابنها وبنتها، واختي نفس الموضوع. والحاجه ربنا يديها الصحه اللي هي والدتي، يا رب يديها الصحه يا رب، ويطول في عمرها ويتن البيت مفتوح بحسها. قالت العزومه دي طالما ام احمد جايبه الفسيخ انا عليا الرنج. بصوا بتشويها، بصراحه انا مش بحب اشويها، بس هم قالوا بنحب نشويها، قلت لهم ماشي. حطيت لها ورق فويل عشان البوتاجاز ما يتعملش من الريحة، برضو ما فيش فايدة. بصراحة انا بحبها اجيبها نية كده واعملها. هما بيحبوا يشوها، بحس انها بتحدق بزيادة عن اللزوم يعني. شويتها ونزلنا الحاجة كلها ونزلنا تحت، قعدوا ينضفوا بقى. قلت لهم يلا خلصوا والجدعان كده، عشان خاطر ايه اقعد استغلكوا اسوأ استغلال في البامية. قالوا لها انت بتنقي الباميه بتاعتك صغيره وهتذلينا على بال ما نعملها. قلت لهم يلا نتجدعن عشان خاطر تقعدوا كلكم تقمعوا الباميه. بصوا ده الفسيخ اللي ام احمد عاملاه، بصراحه مش قادره اقول لكم، طلع جميل جميل يا حبايبي. بصوا قلبه احمر ازاي، والله الكاميرا ظلموه. حتى طبق البطاريخ لوحده والرنجه لوحديها. بصوا ده طبق البطاريخ مع نفسه كده، عشان في ناس بتحب البطروخ وفي ناس ما بتحبش البطروخ. ام احمد بصوا بصوا، الله الله على الفسيخ، شكل وريحه مش قادره اقول لكم. هي عماله تقول اهو اهو اهو. بصوا جميل 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 بصراحه. يعني النهارده مش قادره اقول لكم، يعني انتحرنا، مش كلنا انتحرنا. احنا ما شاء الله ما شاء الله معديين اكتر من يعني 56 نفر ما شاء الله، اخواتي وعيالهم وعيال اخواتي. يعني الحاجة ما شاء الله ربنا يديها الصحة يا رب، شايفة أحفاد ولاد أحفادها. أم أحمد عصرت يجي 2 كيلو ليمون وحطت كله في الصينية وقالت يلا قلب قلب قلب، وابدأ فرق في الأطباق. ونزلنا الحاجة تحت كلها. بعدوا عن شقتي؟ لا ما بعدوش عن شقتي، برضو نزلت الحاجة كلها من الشقة. طبعا الشقة على البلاط، فرشنا كده حافظة قديمة على أساس إن العيال هتبهدل الدنيا. قلت لهم لا عشان ما توسخوليش الفرش. بصوا ده الفسيخ، بصوا 2 كيلو بصل، 2 كيلو بصل يا جماعة. مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اوصف لكم الكم اللي احنا كنا فيه قد ايه. ودوت حبة فسيخ انا حجزتهم كده على جنب. قلت لهم انا دول بقى ايه يخصوني، الحبة دول يخصوني انا. وطبعا يا حبايبي ربنا ما يحرم حد من اهله ومن اللمة. واحلى حاجة اللمة، اللمة بصراحة مع اخواتك مع حبايبك. يا رب ما يحرم حد من حبايبه ومن لمته. خلصنا ولمينا بقى اللمة بتاعتنا، وفرشت في الأرضية وإيه، فرشت فرشتي وقلت يلا يا قبلتي. قلت لهم كل واحد خد شوية بامية، ما عتقتش حد. وزي ما انتوا شايفينها صغننة ازاي، يقولوا لي لا دي صغننة قوي ما ينفعش. قلت لهم لا معلش، كل واحد خد شوية. بصوا يا حبايبي انا بقمعها ازاي، بتتقمع تعملي لها زي عمة كده، مش تشديها من على الوش، لا. بصوا حبيت اقمع شوية معاكم عشان تعرفوا التقميع بتاعها ازاي. بصوا صغننة وشكلها جميل. طبعا العين بتاكل قبل البق يا حبايبي. بصوا شكلها جميل، ولما بتطبخيها كده في الصلصة بتاعتها بتبقى جميلة كده في قلب الطبق، تفتح النفس.
قعدنا قمعناها ب8 جنيه والله يا حبايبي، وعندي هنا بتتباع ب15 جنيه. عارفين فرق قد ايه؟ قمعت البامية وخلصت وكل واحد راح لحاله، وطلعت بقى قلت عشان انا لو نمت وكسلت مش هقدر. غليت المية وحطيت دي نص معلقة كربوناتو يا حبايبي. الكربوناتو بيحافظ على خضار البامية زي ما احنا متفقين. نعصر بقى ليمونتين او 3 ليمونات كده زي ما انتوا شايفين بتفور المية. بصي غليت وفارت ازاي، وانزل بقى بالبامية. ما بتنزليش بيها وتستغرق اكتر من، يعني تسبحي ربنا سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله ولا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. خلاص، طلعي البامية. هي لحظة، مش اكتر من لحظة. المية يا حبايبي ما بتقلبش بيها. بصوا نص معلقة الكربوناتو بتديها خضار ازاي. يلا طلع بقى البامية بتاعتنا في مية بتلج. ما ننساش ان احنا بنشيلها من السنة للسنة وبنحطها في الفريزر. طبعا التلج بياكلها، انت لو سبتيها غليت بتتهري معاكي. والله يا حبايبي عايزه اقول لكم ان انا طلعت كيس باميه عملته اول امبارح من بتاع السنه اللي فاتت. بصوا دي ميه بتلج، ننزل فيها الباميه بالراحه، تصفي منها الميه اللي بتغلي دي عشان تبردي عليها. ومجرد ما تبرد بقلبها في ميه تانية. يعني بصوا كده الميه خلاص المتلج سخنت، اكون محضره معايا ميه بتلج تاني غيرها عشان تحس ان هي بتقفل المسام وبتاخد صدمة من سخن لساقع. وبعد كده اشطفها واحطها في المصافي تصفي ميتها، ونبدأ نقول بسم الله ونعبيها في الاكياس بتاعتنا. بصوا الكيس بقى طبعا يا حبايبي حسب ما انتي بتعملي الكيس، حسب عدد اسرتك. انا بعمل الكيس نص كيلو، ممكن كمان اقل من النص. عبينا المصفى الاولانية ونجيب بقى المصفى التانية عشان نعبي الاكياس. وزي ما قلت لك يا حبايبي، زي ما قلت لكم كده يا حبايبي، براحتك تعبي، ممكن كيس ربع ممكن كيس نص. ونجعل ساعة الانتظار استغفار، نقول استغفر الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماتي. بصوا عبينا الاكياس، وكنت جايبه كيلو ونص فلفل الوان، حبيت اقطعه زي ما انتوا شايفين كده شرايح مربعة مدورة، يعني بعرض الفلفلاية. وحطيت مع كل كيس شريحة او شريحتين، منها الوان مبهجة اخضر مع اصفر واحمر، ومنها بصراحة الفلفل ده بيدي طعم مسكر للبامية. يعني لما باجي اضرب الطماطم عشان اطبخ البامية باخد حتتين الفلفل دول اضربهم مع الطماطم. بصراحة والله يا حبايبي بيخلي ريحة البامية وطعمها جميل جميل. وطبعا وانا بطبخها بحط مع اي طبيخ، اي نوع طبيخ انا بحط ربع معلقة سكر. ربع معلقة سكر دي بتعمل زي نسبة تعادل مع ملوحة اللي بتديها للطماطم، السكر بيعدلها. بصوا الله على الجمال والحلاوة، اخضر اصفر احمر. ومسكت بقية الفلفل رحت حطها على كيسين كده. طلعي بيتزا تحطي عليها، تطلعي تعملي عصاج تحطي عليها، يعني بيستعمل معاكي في كل الأحوال. بص عملوا معانا كام كيس. بصوا الله على الجمال وعلى الألوان، مش قادرة أقول لكم على الجمال وعلى الألوان. وطبعا كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص وانتهى. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير وتفعيل الجرس.
سبسكرايب لتيتا زوزو. اخواتي بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.